بزاف ناس يبغوا الخضره المحشيه بكامل انواعها، بصح النص الكبير منهم يهربوا من البصل وما يفكروش حتى يستعملوه. اليوم غادي نبدل لكم رايكم، تبعوني. وفي الحشوات ولا لي فارس دائما نستعمل رز كاريدور مفور، يستحمل مليح وما يتعجنش مهما طول في الطياب. نطيبه في الماء مالح مده 15 دقيقه. نجيب هنا حبيبات البصل على قد ما نحتاج ونقشرهم، ومن بعد نحكم كل حبه ونقسمها بلا فاصون اللي راكم تشوفوا فيها. شقوا الحبه من جهه وخلوا الجهه الاخرى صحيحه. نجيب مرميطه نغلي فيها الماء ومن بعد نملحها ونرمي فيها البصلات. الهدف من هذه الخطوه هو باش نطري الطبقات نتاع البصل ونفككهم من بعضهم بيان سور بلا ما يتكسروا. هاد لا تكنيك يعيطوا لها بلونشير ان ليغوم، اللي معناها نطريوه بصح بلا ما نطيبوه. صاري لها كيما كي تبغوا تطريو ورق الكرنب قبل ما ديروه محشي. نفكك طبقات البصل من بعضهم، وكي نبدا نحس بالحلقه ساحت نعاود نرجع البصيلات في الماء هكذا باش نفككهم حتى نوصل للقلب نتاع الحبات تاع البصل. في الحشو ندير الكفته البصل الثوم ونتبل بالملح والفلفل الكحل، نزيد المعدنوس والطماطيس المرحيه اللي غادي تعطيني بنه شابه وطروه في لافارس. نزيد الرز المفور من كاريدو اللي كيما قلت لكم مهما طاب في الماء وزاد طاب في وسط الحاجه اللي فرسيناها به يبقى هو ما يتعجن، ما يخسر لنا لا تكستور والقوام نتاع لافارس نتاعنا. ودرك نبدا نحشي في طبقات البصل اللي راهم طريين مسحفيني في الخدمه ويتلواو بكل سهوله بلا ما يتكسروا بلا والو، ونستفهم في صينيه مدهونه بالزيت. نزيد ندهن الوجه حبات البصل بالزيت باش يطيبوا محمرين ويتكرملوا، وبيان سور باش يطيبوا بلا ما ينحرقوا يلزم لهم سوائل. انا هنا مبغيتش ندير الماء وحده صامت، حكمت شويه طوماطيس نتاع القابسه، درت لها الملح والفلفل الكحل وحلحلتها في كاس ماء وسقيت به البصيلات، ومن بعد نغطيهم ونغبهم مليح بالبابي الومنيوم قبل ما ندخلهم للكوشه. وهنا طيابهم غادي يكون بلا تكنيك نتاع لي ليغوم غلاسي اللي طيبوا مغمومين مع شويه سوائل وماده دهنيه اللي غادي يخلوهم طايبين ويبريو وسورتو بزاف بنان. وهذا هو اللي صرا مع البصيلات المحشيين اللي درناهم اليوم. جربوهم باسكو بنان بالبزاف. على بروشين.